بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم حبينا بهاي المناسبة أوجه بعض الأسئلة المرورية لنشر الثقافة المرورية والتوعية المرورية على زملائي وأصدقائنا وأخواننا سائقي المركبات. ابقوا ويانا لنسأل بعض الأسئلة المرورية ونشوف مدى التوعية المرورية والثقافة المرورية عند سائقي المركبات. ابقوا ويانا وحياكم الله. كان عافيتك. ممكن سؤال: ما هو الفرق بين الطرق الخارجية والطرق السريعة؟ الطرق الخارجية شنو الضوابط اللي يجب أن يلتزم بها سائق المركبة عند الطرق السريعة والطرق الخارجية؟ شنو الفارق بيناتهم؟ مثلا الفرق أول شيء أهم شيء التزام الأمان. أي. والسرعة الغير قانونية، مثلا جو 120 المفروض الإنسان ما يمشي أكثر. وانتباه للطريق، واللي يلزم السائق اللي يكون مثلا السرعة إذا كان مثلا 80 بالوسط أو أقل من 80 لازم يكون السريع جانب. يعني هاي المعلومات اللي عندك. زين، سؤال: هل يجوز الاستدارة على الشارع العام العفو على الطرق السريعة؟ لا يجوز إلا مكان مخصص. جيد. يعني هاي وحدة منهم. مو لا؟ نعم. أنت ما ذكرت. طيب عندك السيارة، شلون أنت تتعامل مع السيارة أو المركبة مالتك عطلت؟ شلون تتعامل وياها على الطرق السريعة بخلاف عن الطرق الخارجية؟ لازم أول شيء أخذ المكان الصحيح وبعدين أخلي مثلث. ايش قد مسافة المثلث تخليها؟ يعني المسافة إلى طريق سريع، الطريق السريع المفروض ما تكون مسافة أبعد وبإشارة واضحة، لأنه تجي سيارات سريعة حيل. تمام؟ لازم نخلي يعني إشارات مثلث. أحسنت وبارك الله بيك، والله يوفقك إن شاء الله. بس يلزمك ما استلزام الأمان. شنو السبب؟ هاي السيارة قديمة شوية ما يشتغل المضبوطات. ليش ما تصلحين؟ هن وين الغرام؟ حتى غرام ما يلا حفظك الله حبيبي. ممكن سؤال بسيط؟ شنو معنى شروط المتانة والأمان؟ شنو المتانة وشنو الأمان؟ شروط المتانة والأمان. السيارة شنو شروط المتانة والأمان؟ الأمان، التزام الأمان، طفايات، مثلث السيارة. ممتاز بارك الله فيك. المتانة شنو؟ المتانة يعني السيارة كماليات السيارة، يعني طائرات، إطارات. ممتاز بارك الله فيك. سؤال ثاني: لو خاف حجك؟ لا عادي جدا عادي. الله يبارك فيك. شنو انواع الطرق؟ يعني قصدك انواع الطرق بالنسبة للطرق الخارجية؟ لو سولف عندك معلومة اعطيني. انواع الطرق مثلا فيها مطبات، يعني مشكور ممنون. يلا شلونك يا حبيبي؟ شلون عافيتك؟ ممكن سؤال: انت هسه وعطلت بالشارع وحبيت ان تخلي المثلث الفسفوري ورا المركبه، مو للامان، ايش قد المسافه المثلث الفسفوري بعد عن المركبه؟ اقل شيء يكون 10 امتار 15 متر. مقتنع؟ يمكن. زين، عدد لي انواع الطرق. يعني شلون؟ انواع الطرق تعرفهم؟ لا والله ما اعرف. مشكور يا حبيبي. سؤال بسيط: انت تمشي بالشارع والشارع مخطط بخطوط مقطعه وخطوط متصله، شنو يعني شو يعني لك الخط المتصل والخط المتقطع؟ لما نشوف المتقطع شو يعني شو قصده المتقطع؟ وليش خلوه متقطع؟ وليش خلوه متصل؟ والمتصل وين يتواجد اكثر شيء؟ على السريع. على السريع. شنو على السريع؟ على الطريق السريع. يعني خط متصل على السريع فقط؟ بس المتقطع هسه مو شارع مقطع؟ ابيض وفراغ ابيض وفراغ، مو لا؟ شنو معنى هاي الخطوط المتقطعه؟ ايش تفتهم منها؟ ايش تعرف منها؟ عندك معلومه عنها؟ ما عندك. الله يا حبيبي. السلام عليكم. شلونكم بعد بيتي؟ شلونكم اخوان؟ شلون سعد؟ شلونكم زين؟ ليش ما استخدام الامان؟ الله يطول عمرك. دائما اشوفك بالفيس. انا بخدمتكم. جزاك الله الف خير. الله يطول عمرك. وقاعد اعلق عليك. يعزك الله. انت ابن المحافظه. الله يبارك بعمرك. زين، وقاعد توجه السواق على اخطاء على كذا. واحنا ان شاء الله منهجنا واحد، وان شاء الله بخدمه الناس جزاك الله الف خير. وهسه انا قاعد احاسب وليدي او اخوي الصغير اقول له ليش ما لابس حزام الامان؟ والله تنزل انا
ها تنزل. تنزل. اسالك سؤال جواب. نعم. وحتى تكون بالله وممنون لكم الله جدا. يحفظك ان شاء الله. اهم المناطق الممنوع الوقوف بها، اهم المناطق، شنو المناطق؟ مناطق؟ اي اذكر لي منطقه، منطقتين، ثلاثه اماكن، يعني وين بالضبط اهم الاماكن اللي انت ممنوع توقف بها تماما؟ ممنوع. يعني يا استاذ دائره حكوميه ممنوع. ممتاز حجينا. بعد يعني اذا دائره حكوميه ممنوع. ممتاز. بعد وين؟ زين. انت سايق قديم. هذا سائق تريلي. يلا وبعد، يلا وبعد. يعني هو مبين حاط لك علامه فيه، يعني ايه. ممنوع الوقوف. لا احنا نعوف العلامه، ماكو علامه. نعم. هي الاماكن تعرف فين. هسه قلت دائره حكوميه جيد جدا. نعم. بعد ايش قد عدد علامات المروريه الرئيسيه؟ عدد العلامات المروريه الرئيسيه شنو هم؟ ايش قد عددهم؟ ممنون يا قلبي، وسد حزامك وتوكل انا بالله. اشكرك. انا بخدمتك. الف شكر. خدمتكم يا جزاك حبيبي. الله الف خير. الله يعلي واجب شانك. عليك، واجب جزاك الله عليك، الف خير. واجب عليك تراجع هذا قواعد السير في الطرق العامه والمخالفات المروريه. هذا الكتيب او الدفيتر هذا اذا تراجع وتحصل عليه هاي العلامات الحلوه. شوف. نعم. ممنون وبارك الله. سامين يا غالي. السلام عليكم وياك. شلونك يا حجي؟ شلون عافيتك؟ قواك الله ويسر عليك الله بجاه حسين الشيخ. سؤال بسيط عمي تفضل. شلون تعرف هذا المكان ممنوع؟ علامة. ما موجودة العلامة. اي شيء يخليه يعني. لا هذا اقربها لك. الرصيف شنو لونه يكون ممنوع الوقوف وشنو لونه يكون مسموح الوقوف؟ ما تعرفها؟ يحفظك الله. سالم بالحسين ان شاء الله. ممنون يا عمي. تقدر تعدد لي انواع الطرق؟ السريع. اكيد. بعد الطرق السريع. بعد هي تظل لا بطيء انا احبه. بطيئة. لا مو السريع الدولي. وبعد هكذا. زين عدد لي علامات المرور الدائرة. الرئيسية. الإشارة. العلامات المرورية الرئيسية. دائرة توقف. لا توقبي. الله يحفظك. يا الحسين. سالم يا قلبي. الله يحفظك يحفظ الله. شلونكم اخواني؟ جواكم الله. شلونك يا حبيبي؟ شلون عافيتك؟ بس على اليوتيوب. انا بخدمتك. شلونك سيدي؟ خدمتكم. سؤال. نعم. اكو خطوط منفصلة بالشارع. ايش قد المسافة ما بين خط وخط؟ الخط المنفصل على الشارع. ايش تعني لك يا اول مرة؟ ايش تعني لك الخطوط هاي؟ هاي البيضاء بالشارع بالنص الشارع. ايش تعني لك؟ شنو يعني معناها؟ اي شنو معناه؟ سلامة المواطن. ها؟ سلامة المواطن. خطوط سلامة المواطن؟ نعم. الله يحفظك يحفظ المواطن وياك. الله يخليك. والله عزك وعافيك. الله يطول عمرك. يعني خط ما تعرف شنو معناته بنص الشارع ما تعرفه؟ زين خط متصل ما تعرفه؟ هم ما تعرفه. ممنون ومسكون الحمد لله. ان شاء الله. شلونكم اخوان؟ بعد قلبي شلونك؟ الله يحفظكم ان شاء الله بحق محمد. شلونكم عمامنا؟ شلونكم اهلنا؟ مكانك رجانا. مكانك رجانا. مكان احبك. بعض الاسئله اذا وجهها اليك ويشهد الله اذا وجه لك 5 اسئله لك مني هديه ساعه. السايق. شو تقول؟ اول سؤال ما معنى شروط المتان والامان؟ المتان والامان؟ اي سيارة. سيارة. اي يعني لا حد امان. شنو معنى شروط المتان والامان؟ شنو المتان وشنو الامان؟ المتانة يعني الأمان زام أمان. طفاية. حبل. مثلث. إذا والمتانه شنو؟ المتانة السيارة، قوة السيارة. ممتاز جدا. هذا هو السؤال. بعدك 4 اسئله. عدد لي علامات المروريه الرئيسيه. الرئيسيه. هذا الطرق السريعة. الكل عندنا كل. السيارة. لا علامات الرئيسيه 6 7 10 ايش قدها انه هواي. انه تقريبا 12. هنا نوضح. انا شايف باللي اجازه يعني عددت العلامات. ماشي. ماذا يعني لك الخط المتصل عن الخط المنفصل؟ واين يتواجد الخط المتصل؟ ساد الاسم. المنفصل هذا اني
اثنين. مهم. المثلث الفسفوري عندما يصير عندك عطل وتخلي مثلث فسفوري خلف المركبة، ايش قد المسافة تخليه؟ اقل شيء 40 متر. بارك الله. خوش. سؤال: ما هي المسافة ما بين خط وخط المنفصل؟ اساعدك مو خطوط؟ شنو بين خط وخط ايش قد المسافة؟ يعني الفراغ ايش قد والمتصل ايش قد؟ انت اللي سبت ما اليوم الساعة ما حصلت. والله انا باخذ لك انا باخذ لك يا حبيبي. يقول خير الناس من نفع الناس. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. تاج راس تاج راس. خدمتكم عمي خدمتكم. السلام عليكم عمامي، حياكم الله بارك الله فيكم. عمامي شلونكم؟ الله يحفظكم ان شاء الله، يعلم وجودكم ان شاء الله. ممكن سؤال؟ الله يبارك بعمرك ان شاء الله. سؤال مروري: ما هي محرمات الطريق؟ ايش قد محرمات الطريق بالنسبه للطرق الخارجيه والطرق السريعه؟ محرم الطريق شايفين على الفيزان مطلع. محرم الطريق يجب ان يكون بكذا مسافه بالنسبه للطرق الخارجيه كطريق خاصه من الفجور الحد الناصريه وكو الدولي. ايش قد مسافه محرم الطريق؟ لا يقل عن 50 متر. لا يقل عن 50 متر. زين. الحاج جاوبه. انا اذا قلت هو 50 متر. اي ادري منين 50 متر؟ المسافة قصدك يعني بيناتهم؟ محرم الطريق يعني المسافة اللي بينك وبين من الجارة منتصف الجزرة الوسطية يمينا ويسارا. ايش قد مسافة محرم الطريق بالنسبة للطرق الخارجية والطرق السريعة؟ ماشي. ايش قد عرض الشارع؟ ايش قد عرض الجزرة الوسطية؟ الله يطول عمرك يحقق يستركم ان شاء الله بحق حسين. ممنون ممنون يا ابو. 6 اعتقد 5 أو 4 الجزرة الوسطية ال6 شارع. نعم شكرا جزيلا شكرا جزيلا. السلام عليكم ومنصة الضيوف الكرام، شلونكم اخواني؟ شلون صحتكم؟ سؤال بسيط: عدد لي انواع العلامات المرورية الرئيسية. ها؟ عدد لي انواع العلامات المرورية الرئيسية. ما حافظها؟ يعني الحمراء والخضراء. حمراء وخضراء. ماشي. من اللي اخترع حزام الامان وبيا سنة؟ والله بعيد ما اعرف ليش. سلام الله عليك. الله يك. السلام عليكم احبتي الاعزاء. بعد ما شاهدتوا المقاطع شاهدتوا الاسئله اللي وجهناها لسائقي المركبات، سنوافيكم بالاجوبه ان شاء الله. يقول خير الناس من نفع الناس، زكاه العلم التعليم. اهلنا شو يقولون؟ اذا حضرت انفع. ان شاء الله خدمتكم. اخوكم خادمكم عقيد المرور جلال جبار عبد العزيز، ضابط اداره الخارجيه في محافظه الحائل. حياكم الله. ما هي الضوابط التي يلتزم بها السائق عند سيره على الطرق السريعة وبخلاف الطرق الخارجية؟ سائق المركبة يجب عليه كالآتي: أولا عند وجود عطل في المركبة ماذا يصنع أو ماذا يفعل؟ عدم استخدام المكبح القدمي أو المكبح اليدوي. يعني خلي السيارة نحكي خلي السيارة تمشي على راحتها منها من التوقف. وين؟ على السائل الاضطراري أو الممر الاضطراري أولا. ثانيا ممنوع منعا باتا الاستدارة في الطرق السريعة، ممنوع. بعد يمنع منعا باتا إركاب وإنزال العبرية، يعني ركاب ماكو واحد يصعد وينزل مثل ما الطرق الخارجية أو الداخلية، ممنوع. بعد ما صار عنده عطل، واحد صار عنده عطل أحد ساقي المركبات، شو يسوي؟ أقرب مفرزة أقرب سيطرة يعطي إخبار: يا ترى أنا صار عندي عطل، لأن هذا سريع ودولي. بعد من يصير عندك عطل تستخدم المثلث الفسفوري ومسافة 50 فما فوق. ويا ريت يا ريت فقط مثلث فسفوري واحد لا يكفي، يا ريت استخدام المثلث الفسفوري ليس المخروط بل المثلث الفسفوري الشاخص.
واضح اخواني؟ بعد اخذ الممر المخصص له، الحمل للحمل، الاجره للاجره، خصوص الخصوصي، والالتزام بالسرعه. المسير او قياده المركبه عن طريق السريع تختلف اختلاف جذري، وهنالك اسس لازم يتبعها والضوابط يتبعها خلاف بالطرق الخارجيه والداخليه. السؤال الثاني، ما هي شروط المتانه والامان؟ شروط المتانه والامان باختصار، المتانه ما يخص المركبه اللي هي الحداديه، فرامل، اطارات، محرك واشباه ذلك. الامان اللي هو شنو؟ حزام الامان، مطفاه الحريق، المثلث الفسفوري، الماسحات، المصابيح، المرآة الجانبيه، واير السحب، المصابيح خلف الرقم الخلفي وما شابه ذلك. بعد عدد انواع الطرق، طرق سريعه الدولي ناصريه بصره، طرق خارجيه ناصريه واسط، الطرق الداخليه تعرفونها الداخليه بداخل المدينه، طرق فرعيه ازق خلينا نقول فرعيه، والطرق شنو؟ الثانويه، والطرق الريفيه النيسميه. بعد عندنا ما هي المسافه لوضع المثلث الفسفوري؟ هو مثل ما تحدثنا، اذا كان طريق خارجي يكون 50، اقل 50 ماكو اشكال، فوق ال 50 ماكو اشكال، لكن بالطرق السريعه يا ريت يوصل يكون 50 فما فوق، 70 80 وبصوره مائله. وضع المثلث الفسفوري بصوره مائله، يعني مثلث صغير ثم اكبر ثم الاكبر، حتى يكون شبه الهرم، يعني من تباوع السائق من الجيوي من بعيد ينظر الى المثلث الفسفوري الموضوع او المخروط الفسفوري، يكون بصوره مائله ومرتفعات، واحد اعلى من واحد. بعد ما هي الخطوط المتقطعه والخطوط المتصله؟ ما هي الخطوط المتقطعه والخطوط المتصله؟ واين توجد الخطوط المتصله؟ الخطوط المتقطعه هي يقول لك يابا ترى هذا الشارع من حقك الاجتياز، تجتاز براحتك. المتصله لا يحق لك الاجتياز. اين توجد المتصله؟ الخطوط المتصله اين تتواجد؟ تتواجد بالاستدارات، تتواجد بالانفاق، تتواجد على الجسور، تتواجد في المنحنيات جدا قويه في الشوارع. بعد اهم الاماكن الممنوع الوقوف بها واضحه جدا اخواني، ممنوع علامه ممنوع الوقوف او ممنوع الوقوف والتوقف، ما اوقف تحت. ثانيا قرب دوائر الدوله. بعد في بدايه كل فرع ما يجوز. بعد على الجسور ما يجوز، بالانفاق ما يجوز، بالاستدارات بالساحات ما يجوز. واضح ممنوع الوقوف هاي الاماكن. ايش عندنا بعد؟ كم عدد العلامات المروريه؟ واضحه اخواني، 6 علامات مروريه. اولا المانعه اللي هي الدائره الحمراء، والتحذيريه المثلث الاحمر، الالزاميه الدائره الزرقاء ذات الاسهم، الارشاديه المستطيل او المربع الازرق، والاسبقيات علامات اسبقيه. بعد والعلامات الارضيه، والاسبقيات هم تنقسم ايضا، منها المربع شبه المائل، والثاني المخطط بالاصفر، والثاني المخطط بالاصفر والمشطب، ومنها الدائره، ومنها المثلث المقلوب، ومنها الى ما شابه. والارضيه شايفينها انت، الخطوط المتقطعه وخطوط عبور مشاة وما شابه ذلك. بعد ايش عندنا؟ اكو عندنا من ساعه تحدثنا عن الخطوط المتقطعه والخطوط المتصله، هنالك خطين متصلين. يعني يا سائقنا الكريم ما من حقك تتجاوز الاجتياز من هذا السايد الى هذا السايد. هنالك خط مستقيم بصفه شنو؟ خط متقطع. من حق المتقطع صاحب الخط المتقطع او بالممر بالخطوط المتقطعه ان يجتاز على السايد الثاني. واضح اخواني؟ بعد عندنا كيف تعرف المكان ممنوع غير العلامه او نوع الرصيف؟ شلون تعرفه؟ انا شلون اعرف المكان هذا ممنوع؟ علامه مروريه، ممنوع الوقوف، ما اوقف. بنايه ما اوقف، حكوميه ما اوقف. ما موجود العلامه، لقيت رصيف، شنو نوع الرصيف؟ الاصفر والابيض، ممنوع الوقوف، يسمح بالتوقف، الانتظار دقيقه دقيقتين الى 3 دقائق. الرصيف الابيض الاسود والاصفر، الاسود والأصفر ممنوع الوقوف والتوقف. نقطه السطر. بعد عندنا كم هي المسافه بين خط وخط داخل المدينه وخارج المدينه والسريعه وحسب الشوارع؟ المسافه بين خط وخط اخواني على الدولي 9 فراغ والخط 6 متر. 9 امتار فراغ والخط
الخط الواحد الأبيض 6 متر. الخارجية أيضا كذلك 9 ب6. الداخلية 6 ب6. بعض الشوارع لا تلقاها مثلا ممر واحد متواجد، شيء خلوه 3 ب3 أو 3 ب2، يعني الفضاء 3 فراغ 3 والخط الأبيض 2 متر. كم هي محرمات الطرق الخاصة بالطرق السريعة والخارجية؟ ممنون. محرمات الطرق الدولية على شارع الدول، يعني الدول عارف السريع. كم هي محرمات الطرق على الشارع الدولي السريع؟ ايش قد؟ 130 من منتصف الجزرة يمينا و130 من منتصف الجزرة يسارا. واضح اخواني؟ الطرق الخارجية من منتصف الجزرة 50 يمين و50 شمال. بعد والطرق هناك طرق ثانوية من منتصف الجزرة أو الشارع يكون 30 يمين 30 يسار. الطرق الريفية 15 من منتصف التبليط يمين 15 يسار. كم هي عرض الجزرة الوسطية وعرض الشارع؟ عرض الجزرة الوسطية من 7 إلى 10. اكو مناطق 10 امتار واكو مناطق 7 امتار. عرض بعد الشارع عرض الشارع 7.5 واكو شوارع تصير 8.5. اكو شوارع استحدثوها جديده، يعني مثلا الشارع هسه من الناصريه للفجر، الشارع الحديث الجديد المبلط بالاونه الاخيره هذا 8.5. القديم مالنا 7.5. واضح اخواني؟ بعد عندنا من هو مخترع حزام الأمان؟ هذا نيلسون بوهلين السويدي، وما أخذ عليها براءة الاختراع علما احتراما وإكراما لأرواح المواطنين. أخوكم وبخدمتكم إن شاء الله دوما عقيد المرود جلال جبار عبد العزيز. وابقوا ويانا إن شاء الله بعد مقطعين إن شاء الله أنزلهن أسئلة مرورية وأجوبة مرورية، ونحن في خدمتكم إن شاء الله. حياكم الله.